ده أرخص مكان في مصر ممكن تجيب منه حلاوة المولد، شارع بين الحارات. هتلاقي على اليمين وعلى الشمال محلات بتبيع حلاوة المولد، الحمصية والسمسمية والبندقية، كل الأنواع. هتلاقوا أسعارها أرخص كتير جدا من بره وجودتها عالية جدا. طب إيه اللي ربط الحلويات دي بمولد النبي؟ الحكاية دي بدأت من أيام الفاطميين، وكانت لأسباب سياسية. الفاطميين كان معروف عنهم إنهم بيحبوا يتوددوا للشعب اللي بيحكموه علشان يكسبوا ولاءه، فدخلوا للشعب المصري من أكتر حتتين هو بيحبهم، الأكل والاحتفالات. فعملوا الانواع دي من الحلويات ووزعوها على الشعب مجانا احتفالا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان زمان اسمها العلاليق لانها كانت بتتعلق على ابواب المحلات. بص بقى وانا ماشيه لقيت ايه، محل صغير كده بس بيبيع العروسه والحصان الحلاوه الاصلي. طب ايه اللي ربط العروسه والحصان الحلاوه دول بمولد النبي؟ في روايتين بقى. الروايه الاولى بتقول ان الحصان بيمثل الخليفه وهو راكب على الحصان بتاعه، والعروسه هي مرات الخليفه اللي بتكون في الهودج، وكانت بتبقى لابسه فستان مزركش بالوان جميله قوي. والكلام ده كان بيبقى في احتفالات مولد النبي، فاستوحوا فكره العروسه والحصان من مشهد الخليفه ومراته. الروايه الثانيه بتقول انهم ظهروا في ايام الحاكم بامر الله. الحاكم ده في وقتها طلع قرارات غريبه جدا، كان من بينها الغاء كل الاحتفالات في مصر حتى الجواز، وما سابش غير الاحتفال بمولد النبي وبس. طب والمصريين اللي يتجوزوا سكتي كده؟ لا طبعا، المصريين ما بيغلبوش، استغلوا وقت احتفالات مولد النبي وعملوا الافراح بتاعتهم وقتها في الخباثه كده يعني، وصنعوا وقتها نوع مخصوص من الحلويات للاحتفال بمناسبه الجواز دي. وطلعوا بفكره العروسه اللي لابسه فساتين ملونه، والحصان هو العريس اللي قدر يفوز بالعروسه الجميله دي.